سلام وعليكم. قبل البدء هذه أبرز عناويننا. عاجل: إسرائيل تفاجئ المغرب بهذا القرار في الصحراء المغربية وهذه تفاصيلها. صفعة جديدة للكابرانات: ضابط مخابرات سابق يفضح أسباب إلغاء الجزائر لمناورات عسكرية مشتركة مع روسيا. تأجيل مشروع كابل بحري يربط المغرب ببريطانيا وهذه تفاصيلها. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول الاخبار المغرب. إسرائيل ترفض التجاوب مع استفسارات المحكمة العليا الإسبانية بخصوص تورط محتمل للمغرب. إسرائيل ترفض التجاوب مع استفسارات المحكمة العليا الإسبانية بخصوص تورط محتمل للمغرب في التجسس على. رفضت إسرائيل التجاوب مع الإنابة القضائية التي بعثت بها المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا بخصوص ملف التجسس على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزراء في حكومته، والتي توجه جهات سياسية وإعلامية أصابع الاتهام بخصوصها إلى المغرب، الأمر الذي أدخل القضية في نفق مسدود لعدم قدرة المحققين على الوصول إلى أي طرف خيط يؤدي إلى الجهة التي تقف بالفعل وراء اختراق الهواتف بواسطة برنامج بيغاسوس. وبعثت المحكمة الإسبانية بالإنابة القضائية إلى السلطات الإسرائيلية على اعتبار أن برنامج تجسس بيغاسوس المستعمل في اختراق هواتف سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبكلس ووزير الداخلية فرناندو غيراندي مارلاسكا، والمطور من قبل شركة NSO العبرية، وهو ما دفع القاضي المكلف بالملف خوسي لويس كالاما إلى الاستفسار عن المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، وطلب الإذن ببعث فريق من المحققين القضائيين الإسبان لأخذ إفادة الرئيس التنفيذي للشركة. ووفق ما كشفت عنه صحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية، فإن القاضي بعث 3 مراسلات إلى السلطات الإسرائيلية، الأولى قبل 7 أشهر، وتحديدا في 10 ماي 2022، يطلب فيها توضيح معلومات أساسية بخصوص برنامج بيغاسوس ومجموعة ONS، والثانية في 7 من يونيو 2022 عندما طلب من إسرائيل الإذن ببعث هيئة قضائية للتحقيق في الموضوع، ثم في 7 شتنبر 2022 عندما بعث مراسلة تطلب من السلطات هناك الاهتمام بالرد على مراسلته. صفعة جديدة للكابرانات: ضابط مخابرات سابق يفضح أسباب إلغاء الجزائر لمناورات عسكرية مشتركة مع روسيا. فضح ضابط مخابرات روسي متقاعد الأسباب الحقيقية الكامل وراء طلب الجزائر من روسيا إلغاء مناورتهما العسكرية. وفي تصريحاته لصحيفة روسية، أكد الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الروسية المعروفة باسم جهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسي أنه ومنذ مدة ليست بالقصيرة والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ترسل إلى الجزائر رسائل غير مشفرة حول دورها في التمكين للنفوذ الروسي في المنطقة، وبشكل خاص في مالي والساحل جنوب الصحراء وشمال إفريقيا. وأضاف المصدر المخابراتي أن الدول المذكورة كانت في الواقع تحذر الجزائر من مخاطر وصول التعاون العسكري بينها وبين الروس إلى المستوى الذي تصبح فيه الجزائر بمعنى من المعاني ممولا للحرب على أوكرانيا أو الحرب على الغرب، على الأقل كما هو متعارف عليه في المفاهيم الغربية. عاجل: إسرائيل تفاجئ المغرب بهذا القرار في الصحراء المغربية وهذه تفاصيلها. شركة نيوميد الإسرائيلية تعلن عن توقيع اتفاق مع المغرب للتنقيب عن الغاز في ساحل الصحراء المغربية. أعلنت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية أمس الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية من أجل الحصول على ترخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي البحري في ساحل بوجدور بالصحراء المغربية بشراكة مع شركة أداركو إنرجي. وحسب مصادر متخصصة، فإن الاتفاق الثلاثي الموقع بهذا الشأن يعطي لشركتي نيوميد وأداركو امتلاك حصة 37% من المنطقة المرخصة للتنقيب المسامة بوجدور أتلانتيك، في حين تذهب حصة 25% للمملكة المغربية عبر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ووفق بلاغ لشركة نيوميد، فإن المنطقة التي سيجري التنقيب فيها عن الغاز الطبيعي المعروفة بوجدور أتلانتيك تقع في الجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية البحرية للمغرب، الساحل الصحراوي المغربي، وسيمتد ترخيص التنقيب على مدى السنوات ال8 القادمة. وأضافت الشركة نفسها: هذا الترخيص لا زال ينتظر الموافقة الرسمية من الدولة المغربية، ثم بعدها يأتي الهدف الأولي أو الخطة الأولية التي ترتكز على إطلاق عمليات مسح للتنقيب ثم إجراء عمليات حفر استكشافية بعد نحو 2.5 العام. ونقلت وكالة الأنباء العالمية رويترز تصريح الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية قوله عقب توقيع الاتفاق بأن الشركة أدركت منذ فترة طويلة وجود إمكانيات هائلة بالمغرب في مجال التعاون في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. تأجيل مشروع كابل بحري يربط المغرب ببريطانيا. أفادت صحيفة The Observer أن مشروع بناء كابل بحري بطول 3800 كيلومتر يربط المغرب بالمملكة المتحدة قد تأجل حتى نهاية سنة 2023 على الأقل بسبب عدم الاستقرار السياسي في لندن. ووفقا للسير ديف لويس الرئيس التنفيذي للمشروع، فقد أدت الانتخابات السياسية الأخيرة في بريطانيا المتمثلة في تناوب 3 رؤساء وزراء على السلطة في أقل من 6 أشهر إلى إبطاء المشروع. وحسب الصحيفة ذاتها، أفاد لويس: لقد أمضينا الكثير من الوقت مع وزير الأعمال في ذلك الوقت كواسي كوارتينغ للتباحث في الموضوع. وأكد كوراتينغ: نحن نرحب بهذا المشروع كثيرا، لكن يجب أن يمر عبر وزارة الخزانة البريطانية، مضيفا أنه تم إجراء مراجعة مع وزارة الخزانة ومجلس الوزراء والإدارة التجارية، والتي كانت إيجابية للغاية في هذا الخصوص، لكن بسبب بعض العراقيل السياسية وما يعيشه العالم يجب إعادة ضبط بعض الإجراءات. وسيربط مشروع بناء كبل الكهرباء البحري المغرب والمملكة المتحدة بطول 3800 كيلومتر